يا أهلا وسهلا، حياكم الله. نحن نعيش حالة قصور في الدعاء لله سبحانه وتعالى، وهو موضوع مهم جدا وحساس بالنسبة لنا كمسلمين، لأننا قد نجهل بأهمية موضوع الدعاء. له أهمية كبيرة، وكيف الله سبحانه وتعالى وضع له أهمية كبيرة في القرآن الكريم. الدعاء سادة الكرام قد يريد القضاء، أي بمعنى نحن الآن في أيام فضيلة، في شهر الله، في شهر القرآن، في شهر الدعاء، في شهر العبادات، في شهر رمضان. ورمضان أوله رحمة وأوسطه مغفرة وآخره استجابة وعتق من النار. رمضان كريم. بداية الأمر نحن نعيش حالة قصور بالدعاء ولا نهتم بالدعاء. نحن نعمل الخيرات، وقد نعمل الخيرات، وقد نستغفر، وقد نسبح، وقد نذكر الله، ولكن نجهل بالدعاء. وقد يقول البعض قد يفهم معنى الدعاء بالشكل الخاطئ، أي أنه الدعاء يحتاج إلى أماكن معينة، أو الدعاء يحتاج أن أنا أدعي الله بلهجات معينة. الله سبحانه وتعالى يستجيب للدعاء في أي مكان وفي أي زمان كان. لماذا الدعاء من أهمية كبيرة؟ الله سبحانه وتعالى يذكر الدعاء بلسان أنبيائه على مر العصور، على مر التاريخ الإسلامي. في الأخير نختم بهذا الدعاء، وهو دعاء الأنبياء: ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار.